أهلا بيك في فيديو جديد على قناة فلوس من الصفر. النهاردة هكلمك على أفكار لمشاريع صغيرة مربحة تقدر تبتدي بيهم في 2024. أنا محمد فتحي، ولو أول مرة تشرفني على القناة متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك إشعار بالفيديوهات الجديدة أول بأول، ومتنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. حابب أجاوبك الأول على السؤال المهم ده: إيه الحاجة اللي أنت بتدور عليها في مشروع صغير؟ قبل ما تبتدي انك تكتشف افكار مشاريع، من المهم جدا انك تفكر الاول على اللي انت بتدور عليه في مشروعك. هل انت عايز مشروع تقدر تبتدي بيه يكون بدوام جزئي ولا بدوام كامل؟ هل بتدور على مشروع بيتطلب منك مهارات محددة، ولا تقدر تعمل المشروع ده وانت شغال اصلا في شغلانة اساسية؟ طيب ايه هي راس المال اللي معاك عشان تقدر تستثمر في المشروع دوت؟ عايزك طبعا الأول تشوف الأسئلة دي وتجاوبها كده مع نفسك قبل ما تبتدي، وتعرف ايه هي المشاريع اللي انت ممكن تعملها. وبعد كده تعالى دلوقتي بقى أقولك على أفكار مشاريع صغيرة مربحة. واحد، اعمل متجر على الإنترنت. تقدر تبتدي انك تنشئ متجر على الإنترنت لبيع المنتجات اللي انت بتصنعها أو بتشتريها من موردين تانيين، وفي منصات كتير بتسهلك إنشاء متجر على الإنترنت زي شوبيفاي وإتسي ووو كوميرس. اتنين، المدونة. ممكن برضو تبتدي انك تعمل مدونة جديدة لموضوع انت بتهتم بيه زي السفر، الأكل، اللياقة البدنية أو الفتنس. وتقدر طبعا هنا تحقق دخل من خلال انك بتعرض إعلانات على الصفحة بتاعتك أو على المدونة بتاعتك، أو عن طريق التسويق بالعمولة، أو انك تبيع منتجات رقمية. تلاتة، قناة على اليوتيوب. تقدر تعمل قناة على اليوتيوب وتتكلم على موضوع انت بتهتم بيه زي الألعاب، الطبخ أو التعليم، وهنا بتحقق دخل من خلال الإعلانات برضو أو التسويق بالعمولة، أو إنك تبيع منتجات رقمية. أربعة، الخدمات أونلاين. هنا بقى بتقدم خدمات بشكل أونلاين زي الكتابة أو الجرافيك ديزاين أو الترجمة أو التدريس، وفي منصات كتير بتسهلك إنك تدور على عملاء علشان تقدر تقدم لهم خدماتك زي أبورك، فايفر وفريلانسر. خمسة، الدروس الخصوصية. لو انت خبير في موضوع معين ممكن تقدم دروس خصوصية للطلاب، وطبعا تقدر تقدم الدروس دي يا إما بنفسك يا إما عن طريق الإنترنت برضو. ستة، صناعة المحتوى. ممكن تنشئ محتوى لمواقع السوشيال ميديا أو ممكن برضو للشركات، وده بيكون من خلال يا إما بتكتب مقالات أو بتصور صور أو بتعمل مقاطع فيديوهات. سبعة، بيع منتجات هاند ميد. لو انت موهوب في انك بتقدر تعمل منتجات يدوية بإيدك، ممكن تبيعها بشكل اونلاين او ممكن تبيعها برضو في الاسواق اللي بتقدم الحرف اليدوية. 8، العمل الحر. تقدر تبتدي في العمل الحر في اكتر من مجال زي التسويق او المبيعات أو خدمة العملاء، وفي شركات كتير بتدور على موظفين يكونوا مستقلين عشان يعملوا لهم يا إما مشاريع تكون وقتها قصير أو مشاريع تكون على فترات طويلة. 9، بيع الأكل. هنا تقدر تبيع الأكل اللي انت بتعمله يا إما من بيتك أو على عربية أو في مطعم صغير. 10، تربية الحيوانات الأليفة. لو انت من الناس اللي بتحب الحيوانات ممكن تربي عندك في البيت أو في أي مكان طبعا تاني حيوانات وبعد كده تبيعها. دلوقتي حابب أقولك كده على 4 نصايح علشان تقدر تبتدي بيهم مشروع صغير. أول حاجة، حاول إنك تعمل بحث كويس جدا في السوق، فهنا تقدر تعرف إيه المنتج اللي عليه طلب أو الخدمة اللي عليها طلب قبل ما تبتدي مشروعك. وتاني حاجة، اعمل لنفسك خطة عمل تحدد فيها أهدافك وإيه اللي أنت ممكن تحققه. 3، ابتدي صغير. مش لازم أبدا تستثمر بفلوس كتيرة جدا في البداية في مشروعك. ورابع حاجة، خليك صبور. الموضوع ده هياخد منك وقت قبل ما يكون مشروعك مربح، فطبيعي جدا لازم تكون صبور. حابب أقولك في آخر الفيديو إن أنا النهاردة قدمت لك أفكار قليلة لمشاريع صغيرة مربحة تقدر تبتدي بيها في 2024. مع العمل الجد والمثابرة تقدر تحقق النجاح في مشروعك الصغير. عندي سؤال ليك: إيه أفكارك لمشاريع صغيرة مربحة تانية غير اللي أنا قلتها النهاردة؟ يا ريت تشاركني كده أفكارك في التعليقات. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو لكل حبايبك عشان كل الناس تستفيد، وهسيبك برضو في الفيديو ده تتفرج عليه أكيد هيفيدك، واشوفك بقى في فيديوهات جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.